يا مساء الفل والياسمين، تعالوا بقى هنا يا حلوين. اقول لكم بقى العظمه بتاعت النهارده اللي شكلها دي يفتح النفس، حاجه كده تجري الريق. كلنا بنعشق الحواوشي، مين فينا ما بيحبوش وبيدوب فيه وبنبقى عايزين نعمله في البيت، لان انتوا عارفين الحاجات بتاعت بره ما بقتش مضمونه خالص، واحنا بنخاف على صحتنا وصحه ولادنا بقى، واحنا بنبقاش عارفين ازاي نعمله ويطلع بالطعم والريحة بتاعت الشارع. تعالي بقى اما اوريكي مقرمش ازاي. بص العظمة، شايفين الحلاوة؟ حاجة كده بتتكلم عن نفسها، سخن كده ومولع وبنار البوتاجاز زي ما بيقولوا. سامعين القرمشة؟ شايفين؟ مقرمش جدا وخطير. لا 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 لا، استنوا تعالوا اما نفتح كمان واحد. يا نهار ابيض، مقرمش قرمشة خطير خطير، تحفة جدا. والله طعمه وريحته حاجة كده اللهم بارك، فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. بجد تحفة ورهيب. هقولك في الفيديو ده على كل أسرار الحواوشي بتاعت المحلات اللي هتخليكي تبقي أستاذة فيه وتعملي أحلى حواوشي، ريحة تجيب المنطقة كلها والكل يقولك ايه سر الصنعة. سر الصنعة عندي هنا وبس. متنسوش تصلوا على الرسول ولايك وشير، ويلا بينا بقى نسمي الله ونروح نجيب الكبة بتاعتنا. انا عايزة فلفل الوان، انا واخدة فلفلاية حمراء وفلفلاية صفراء واربع حبات من الفلفل الرومي الاخضر، وغسلاه ومقطعاه، ونص كيلو من البصل. هتقولي لي ده غالي، اقولك معلش خليها عليكي، اصل اكلتنا دي اكلة حرشة وتحب كده البصل كتير. اغسلي بقى البصل وقطعيه كده هو مربعات، البصلايه كده قطعيها 4. وفي الكبة بقى نحط البصل ونحط الفلفل الألوان بتاعنا ونبتدي نفرمه في الكبة الصغيرة. في الكبة الكبيرة عايزة تقطعيه بالسكينة، بس تقطعيه حتت صغيرة وتبشري بالمبشرة اليدوية. البصل براحتك خالص، سهلي على نفسك. المهم ان انا عايزاه البصل يكون مفروم كده، مش عايزاه يكون حتت كبيرة وتجرش كده في السنان، وعشان كمان ولادنا ما بيحبوش البصل، فاحنا ايه هنعمل حركة كده لئيمة وهنخبيه. وده بقى شكله بعد ما فرمناه في الكب، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. يلا بقى نجيب البولة بتاعتنا، وجبت كيلو من اللحمة المفرومة، تقدري تستخدمي نص كيلو براحتك خالص. انا بقى بستخدم على قد احتياجي وهقولك هعمل ايه في الباقي. ودي لحمة 800 جرام لحمة، عليها 200 جرام من الدهن، علشان خاطر الحواوشي بيبقى عايز لحمة كده دسمة، فما ينفعش معاه اللحمة الحمرا خالص، هيطلع ناشف ومش حلو منك. هنضيف عليه معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة هرمية من السبع توابل أو التوابل السحرية اللي عملناها مع بعض قبل كده، ونص معلقة من الفلفل الأسود، وهنضيف بقى معلقة كمان من الملح. وتعالي بقى للمكون السحر اللي هيودي الحواوشي بتاعنا ده في حتة تانية خالص، والجيران كلهم هيتلموا عليكي. حتة كده كبيرة من اللية، مقدار 50 جرام من اللية، 100 جرام، انت وحبك وعشقك للحواوشي. وكل ما تبقي عايزة الحواوشي ريحته كده وطعمه يكونوا مفحفحين وطعمه كده حاجة كده ايه تجري الريق، وتاكلي بدل الرغيف 3 و4، يبقى حطي 100 جرام من اللية. وامسكي بقى اللحمة دي اعجنيها كلها في قلب بعضها كأنك بتعجني عجينة اللي احنا بنعمل بيها المخبوزات. وده سر برضو من الأسرار، امشي معايا على التريكات علشان خاطر تاخدي أحلى حواوشي. وبعد ما عجناها العجنة المحترمة، حطينا على وشها كيس بلاستيك ودخلناها التلاجة قيمة ساعة كده أو ساعتين ترتاح. ولو ما عندكيش وقت خلاص مش هنتخانق ومفيش مشاكل، هنشتغل برضو على طول وهيطلع معاكي حواوشي تحفة. ويلا بقى روحي هاتيلك كده هوت من فرنة العيش يا شاطرة كام رغيف عيش بلدي كده، علشان الحواوشي بتاعنا ما بيحلاش غير في العيش البلدي. وافتحيه كده بايديكي بكل سهولة، مش محتاجين مقص ولا اي حاجة. العيش بتاعنا صابح وهيتفتح معانا كده بكل سهولة. الفتحة على قد ما بتدخل ايدي بالظبط، اوعي تفتحي الرغيف كله وتبوظيه. وتاخدي بقى ملو ايديكي كده اللحمة وتدخليها في الرغيف، وتبتدي كده تفردي وتبططي اللحمة في كل الرغيف كده وفي كل الجوانب، وتتأكدي ان كل الجوانب بتاعته بالشكل ده كلها فيها لحمة ومظبوطة، واللحمة بتاعتي تبقى متساوية. نبتدي بقى نضغط كده على الرغيف، ودي اهم حاجة ان احنا نبصم الرغيف من على الوشين.
شفتي الشكل؟ يلا بينا نجرب تاني ونكرر الحكاية. ناخد حتة لحمة كده في قلب ايدينا، في قلب كف ايدينا كده، حجم الكف يعني، وندخلها في الرغيف ونبتدي كده نظبط ونساوي، وبرضو نبصم كده على الوش وعلى الظهر علشان العيش كده يتسمخ في اللحمة ويطلع كله من قلب بعضه شارب. انا عملت 10 ترغيفة، اللهم بارك. شايفين شكلهم؟ حاجة كده تفتح النفس. اعملوا الحواوشي على قد المقدار اللي انتوا هتاكلوه، اوعوا تعملوه في العيش وتبيتوه في التلاجة، العيش هيدبل وهيبوش ومش هينفع يستوي خالص. فاللي هيتفضل مننا هتجيبي كيس كده بتاع التلاجة يا شاطرة وتفضي فيه اللحمة زي ما انا عملت كده. افضي كده بقية اللحمة اللي اتفضلت معايا، انا خدت المقدار اللي محتاجاه، والباقي هبتدي بقى احطه في قلب الكيس وافرده كده واطلع منه الهواء واظبط الكيس واسويه واخده وادخله الفريزر. وقت ما احتاجه هطلعه، الاول لما يفك هحطه في الارغفة وادخله، ويبقى كده عندي حواوشي جاهز وسهل على طول. نجيب بقى الصاج بتاعنا، صاج الفرن، ونكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 200، وندهن كده دهنة من الزيت، وبعد كده نحط الأرغفة بتاعتنا كده ونظبط الأرغفة بتاعتنا كلها في قلب الصاج. أنا الصاج خد معايا 5 أرغفة كل واحد على حجم البوتاجاز بتاعه، لو البوتاجاز بتاعك كبير هياخد معاكي كمية أكتر من كده. نبتدي بقى ندهن الوش كده بإيه؟ بالزيت، علشان خاطر يطلع لي الحواوشي بتاعي مقرمش كده وطعمه خطير. دهنه كده بسيطه زي ما انت شايفه من الزيت، ما احتاجناش زيت كتير ولا اي حاجه، وفي فرن البوتاجاز هيستوي اسرع. وبتوع المحلات ما بيسووش على عين البوتاجاز يا شاطره، بيسووا في الفرن اللي خاص عندهم اللي بيسووا فيه الصواني والطواجن والبراميل. هناخد بقى اول لما هياخد وش من تحت، ده كان لسه سيكه شويه، سبته نقلبه بعد ما ياخد وش من تحت ويتحمص على الوش التاني يستوي، يطلع على طول الجمال ده. اللهم بارك، قمر، تحفة. ريحته كده وهو كده موحوح كده وبسخونية الفرن، بجد حاجة كده فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. تحفة جدا بمقادير بسيطة، ضمنا ان احنا عاملين لحمة شاريينها بايدينا، مش كلها شغل زي ما بيبيعوها بره، ويكون الرغيف غالي وما انتش عارفة بتاكلي ايه وبتاكلي ولادك ايه. وبالتوابل بسيطة خالص، وحطينا التركاية اللي تخلي الحواوشي بتاعنا ريحته تحفة وطعمه حكاية. بجد تحفة جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو منكم للتشجيع، ما تبقوش بخل عليا، كومنتاتكم بتشجعني وبتدعمني كتير. ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مننا. اسيبكم على خير واقول لكم مع الف سلامة.